واليوم ان شاء الله غادي نديرو دويره في الشقه اللي ربحنا في برنامج لاله العروسه. السلام عليكم، اخباركم؟ واش كتعاودوا؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كما كنا وعدناكم بالله ان شاء الله غير ناخذوا لابارطومون غادي نوريوها لكم بلي ديطاي ديالها، الحي فين جات، المدينه فين جات، وحتى الاقامه ان شاء الله فين جات. عارفه بزاف الاسئله دابا عندكم في راسكم، فين خدينا الدار، بشحال خديناها، والسكن اقتصادي، وبزاف الاسئله كيدوروا لكم في راسكم. ولكن حنا دابا في طريقنا للدار وغادي نجاوب لكم على كاع هاد الاسئله كاملين. وقبل ما نكمل الفيديو ديالنا وندوزو باش نشوفوا الدار، بغيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي صراحه جربتها غير فتره قصيره هذه، ولقيت عليها راحتي وبينات لي النتيجه. المهم بزاف منكم كانوا كيقولوا لي سكينه ضعفيتي، سكينه مالك وليتي هكا، واش عندك شي مشاكل، واش طرا لك شي حاجه؟ راه حاجه عاديه، يعني مع الرضاعه ورمضان راه ضروري غنضعف، راه اي وحده كترضع ورمضان راه غادي تضعف. وعاد حيت كانت الحراره وهاد ايامات صافي مشات لي الشهيه بمره، ما بقيتش كناكل، وبنهار كنضل نرضع ولدي وانا صايمه، يعني راه الله يحسن لي وانا راه ماشي غادي غنضعف، راه غادي ما نبقاش كاع. المهم الحاجه اللي قلت لكم استعملت، قلبت على بزاف الحوايج، داكشي ديال الادويه، السيروات فاش كتمشي عند الطبيب كيخرج لك على الاقل واحد السيرو تاع فاتح الشهيه، داكشي ما قدرتش عليه حيت ولدي باقي تيرضع، خفت لا يكون شي اضرار، واصلا كاين اضرار عليه ملي كنستعمل دوك الادويه وداكشي. قلبت عاوتاني على مواد طبيعيه حتى تعييت، حتى لقيت واحد اللحسه اللي هي هذه طبيعيه 100%، مصنوعه من مواد طبيعيه ديال الصحراء، وفيها مكسرات اللوز، الاكاجو، الكركاع. ها نتوما نوريكم كيف دايره من الداخل، ها نتوما تتجي معلكه وصراحه بنينه بزاف، يقدر اي واحد ياكلها. انا ما عنديش مع شي حاجه نبقى ناكل فيها بحال هكا، يعني كاع الا شريت شي حاجه الدواء براسو كنبقى ناكل فيه يومين على الاقل، صافي دغيا كنمل، صافي ما تيعجبنيش نبقى ناكلو. هذه بواحد فيها واحد المذاق واعر بزاف، هي كتخليك تمشي تزود تاكل، واخا زعما ما تاكلش في الصباح في العشيه وداكشي، وليت عا كنلقاها بحال هكا محطوطه كندوز نبدا ناكل منها بلا حتى شي حاجه، وفتحات لي الشهيه صراحه. انا عرفتي وليت كناكل، كنفطر في الفطور، انا ما كانش عندي، ما كانش تنفيق الصباح مسدوده لي الشهيه كاع مره، تنبقى عاد بزز عليا واحد شويه. دابا وليت كنفطر مزيان، عاوتاني ديك العصر ولا شي حاجه كيجيني الجوع، الغدا كنتغدى مزيان. المهم فتحات لي الشهيه بزاف. كما قلت لكم راه كتعالج بومزوي، مع انا اصلا فيا بومزوي هلكني نيت، كتعالج بومزوي، كتعالج فقر الدم، كتزيد في الوزن بواحد الشكل طبيعي، زعما ماشي تزيدك ماشي بحال دوك الادويه اللي كنعرفوا كيزيدوك في الوزن، ولا دوك الحساسات اللي كتكون فيهم الادويه تقدر تزيدك في الوزن فاش تقطعيها ولا شي حاجه ترجعي تفشي، ولا عندها شي اضرار تولي مريضه تولي تعالجي على شي حاجه ولا شي حاجه. هذه طبيعيه 100%، وراكم عارفين كون ما كنت انا غنستعملها قدامكم، يعني انا كنرضع كون كانوا فيها شي اضرار ولا كانوا فيها الادويه ولا شي حاجه ما كنت غنستعملها انا. بسم الله، عرفتو بنه وحق الله فيها واحد البنه خطيره. انا كومونديت على حسابي تاع البنات وصيفطات لي، راه كاينه حتى بالنسبه للدراري. هانتوما بالنسبه للدراري اللي كيترينيو وداكشي وبغاو يزيدوا في العضلات وداكشي، راكم عارفين داكشي د لاصال حتى هما راه عندهم اللحسه ديالهم، هاي خاصه كتزيد لهم دوك المناطق اللي كيبغيو يبرزوا في لاصال، هنا ها وهنا ها وداكشي اللي نيت كتاحوا. هاي راه كاينه حتى بالنسبه للدراري حتى هما، هذه للبنات وهذه للدراري. المهم بالنسبه للبنات اللي بغا يكوموندي ولا شي حاجه، انا غنخلي لكم الواتساب وغنخلي لكم ستيت منين تدخلوا تكوموندي اللي بغا يكوموندي نيشان. صراحه راه يعني انا قلت لكم كنرضع وانا استعملتها قدامكم، يعني كون كانوا فيها شي اضرار ولا شي حاجه راه ما غاديش نستعملها، وراه نتوما غيبان لكم الفرق. يعني بديت كنستعملها تقريبا منين خرج رمضان وليت كنحس انا بصحتي شويه، حتى الحوايج اللي كنت كنلبس كيجوني، المهم حوايجي كانوا مرقوط كيجيو قدي في رمضان مره. دابا ملي وليت كنلبس حوايج واخا راه فتره قصيره غير 10 ايام ولات شويه كتبان لي النتيجه، ولات الشهيه كتفتح ليا، ولات المهم وليت غاديه فتحسن الحمد لله. بالنسبه لاول حاجه علاش تعطلنا على الدار، كما كنتو عارفين كنا بغينا ناخذوها في مراكش، وقلبنا في مراكش شحال تقريبا، مشينا شي 3 المرات، شحال قلبنا، شحال من ابارطومون شنا، شحال المهم قلبنا بزاف في مراكش. ولكن المشكله اللي كاينه هو انكم راكم عارفين مراكش بعيده علينا بزاف، كنا تنديبلاصاو بزاف، يمكن انا كل مره نبقى نطلب من الخدمه عطيوني شي ايامات، تقريبا طلعنا كما قلت لكم شي 3 المرات، ولا ديك الساعه خاصنا نطلعوا غير ويكاند، غير السبت وحد ما كافيش باش تلقى ابارطومون. راكم عارفين ماشي غتشري شي حاجه غتعاود فيها البيع، ولا شي حاجه اللي غتمل منها وتبيعها، راك غتشري ابارطومون باش تستقر فيها، باش تكون مرتاح فيها، باش تكمل فيها حياتك، ولا باش تبدا فيها حياتك، ماشي غتكمل فيها حياتك. الله يجيب الرزق ان شاء الله، وبهذا المزيد القدام.
داكشي علاش صافي واحد الوقيته ملينا نبقاو نطلعوا كل مره لمراكش، واحد الوقيته ولينا نقول لهم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. جات الولاده بقينا مشطونين عاوتاني مع السبوع مع كذا مع هادي مع جري عليا نجري عليك. واحد المره ما يصونوا لنا من البرنامج قالوا لنا واش ديك الدار مابقيتوش باغيين شويه تسمحوا فيها ولا كيفاش قضيتكم. قلنا لهم لا راه ماشي كثر غير مع الوقت وداكشي علاش مازال ما لقيناش. قالوا لنا صافي هانتوما حاولوا تلقاو في اقرب وقت ممكن، وبقينا الحمد لله عاوتاني ديك الساعه تنقلبوا ثاني حتى لقينا الدار اللي ارتاحينا فيها. وبشحال باش خدينا دارنا خديناها تقريبا ب 49 مليون. زدنا 9 المليون من عندنا. البرنامج كيعطيو 40 مليون. ديك الساعه خديتي انت بشي ثمن اكثر من 40 مليون كتزيد من عندك الباقي، خديتي بقل من 40 مليون كيعطيوك داك الحد داكشي اللي خديتي باش خديتي الدار وصافي. وبالنسبه للمدينه اللي اختارينا فيها الدار راه هي مدينه بني ملال، لحقاش كما قلت لكم مع الوقت باش نبقاو نطلعوا لمراكش ما كانش عندنا باش نبقاو نطلعوا لمراكش بزاف. واحد المره كانت عندنا واحد الخدمه اللي كانت عندنا واحد الخدمه تقريبا واحد السيمانه هنا ريحنا في بني ملال وارتاحينا فيها. كاين فين الدور، كاين مناظر طبيعيه زوينه، كاين دي طبلايص شعبيه زوينه، كاينين فيها بزاف ديال البلايص زعما زوينين اللي غترتاح فيهم وغادي تخرج تفوش فيهم ولا دير فيهم شي حاجه. وحتى الكثافه السكانيه اللي ولات في بني ملال ولات واحد الكثافه سكانيه كبيره، وراكم عارفين اي بلاصه فيها كثافه سكانيه كثيره يعني غادي يكون الرواج، واي حاجه درتي فيها تقدر تمشى لك. وتزادوا فيها بزاف ديال المرافق العموميه زوينه، سبيطارات، المهم بزاف مشاريع زوينين فين ديباني فين ديباني الانسان راسو. وكما قلت لكم سكينه قريبه حتى لتادله. لوطوروط الكازا راه ساعتين ها نتايا في كازا. مراكش عاوتاني راه ان شاء الله جايه لوطوروط قريبا ان شاء الله تولي لوطوروط. عاوتاني فاس قريبا ان شاء الله عاوتاني تولي لوطوروط. يعني بني ملا واحد الموقع اللي حنايا قريب لنا لاي بلاصه غادي نمشيو ليها. وحتى المعيشه باقا فيها شعبيه وعلى قد الحال، واخا العقار فيها الصراحه طلع بزاف. الاثمنه اللي لقينا هنا في بني ملا اكثر من الاثمنه اللي لقينا صراحه في مراكش، ولكن الحمد لله لقينا بعض الدار اللي ارتاحينا فيها واللي عجبتنا. اشنا هما الحوايج اللي كنا كنقلبوا عليهم باش نلقاو في الدار اللي بغينا؟ اهم حاجه انا عندي هي الكوزينه. كنت باغا الكوزينه تكون مهويه، ماشي ديك الكوزينه كيكون عندهم باب ومعزوله بوحديتها ضروري ومعزوله بوحديتها، على الاقل يكون فيها شرجم وتكون مفتوحه كامله هي فهمتوا، باش راكم عارفين ريحه الطياب. يعني الا بقات ريحه الطياب كتبقى في الدار واحد الريحه ما هياش تكون مهويه. والصالون تا هو يكون فيه شريجم، بيت النعاس يكون فيه شرجم. يعني اي بيت كاين في الدار خاص ضروري يكون فيه شرجم. عاوتاني الفينيسيون تكون شي حاجه سامبل، حيت راكم عارفين داكشي شارجي بزاف. خاصك ضروري شي حاجه معينه هي اللي تجيك مع الدار. البيوت مسبوغين في الغوز ولا في الشيبي ولا في شي بحال هكا. اختارينا باش تكون بيضه سامبل. عاوتاني الزواق تلقى باش يكون شي حاجه شي زويويقه اللي سامبل ماشي شي حاجه شارجي بزاف. عاوتاني هادو هما اللي كندوزو اللي ركزنا عليهم باش تختاروا دارنا. هو السكن الاقتصادي ولا ماشي سكن اقتصادي؟ راه ما خديناش. لا ماشي السكن الاقتصادي. 40 مليون غادي تشري السكن الاقتصادي. هما كيعطيوك 40 مليون موت فيها. شريت دار ب 40 مليون ما سوقش. كون بحال دابا كون حنايا بغينا نختاروا في تادله كنا غنشريو دار ماشي غير ابارتمون. حقاش 40 مليون زدنا 9 المليون من عندنا، يعني راه غتشري لنا دار في مدينتنا. والله الا واحد الدار تباعت حدانا ب 50 مليون. عرفتي شحال فيها متر؟ فيها 120 متر، فيها كراجات ومفصلينه. فيها تباعت ب 50 مليون، فيها كراجات، فيها 120 متر كما قلت لكم، فيها كراجات والتحت والوسط والفوق. عرفتي وفينيسيون فيها واعره، واحد الفينيسيون فيها واعره وبيوتها 290. عرفتي شنو 120 متر ودار ماشي ابارتمون ما عرفتش دير فيها لا ما تخرج منها. وعاوتاني الحوايج نكمل لكم على هضره سكينه. الحوايج عاوتاني اللي كنا باغيينهم في الدار يكونوا هو يكون واحد الحي اللي ماشي شعبي بزاف. راكم عارفين نبغيو نصوروا فيديوهات ما يكونش الصداع بزاف، وتكون الاقامه فاش قوه السكان. راكم عارفين كاين الاقامات يكون فيهم 30 40 ديال لي زابارتمون، يعني غتكون السكينه كثيره. لابارتمون فينا حنايا كاين في اقامه فيها 6 بحال قلتي. شرينا معد. هو راه كنا نشريو اكثر من داك الثمن، غير السيد تساعد معنا حقاش بقات هذيك هي اخر ابارتمون بقات ليه ودينا حنا بداك الثمن، وما كان غادي يبيع لنا بكثر لحقاش كما قلت لكم فيها غير 6 ديال السكينه. بحال غير دار وقسمها على 6 صافي. كل ايطاج فيه 2 ديال الناس. المهم انتم دابا غتشوفوا معنا كما ذكرنا لكم واحد الحاجه نسينا عاوتاني باش ركزنا باش اختارينا الدار. هي كون قربينا بزاف حانوت في الدار. راكم عارفين باش كيجيوك الضياف، يعني ما كتجيش ما عندك حتى شي حاجه في الدار تبغي تخرج تقدا، ما كتجيش انك تغبر عليهم واحد الساعه ولا واحد الساعتين خليهم بوحدهم في الدار يقنطوا. خاص كلشي يكون حداك، تخرج تفتش بالزربه وترجع للدار باش تقاد الغداء. المهم حنا دابا نوريكم الحيه بعدا فين جات، ومن هنا ندخلوا ديك الساعه للدار باش تشوفوا الدار ان شاء الله كي دايره. المهم الحيه ساكنين فيه كما كتشوفوا هذا، وعلى اليمين راه كاين مول البونج اللي بغى يفرج شي صالون ولا شي حاجه يجي مرحبا به. والخضاره ها نتوما كما كتشوفوا موجودين هنايا، حداهم غزال حداهم هري، سوبر مارشي عاوتاني. المهم ديما الشارع حدانا تيكون عامر، هو ديما عامر. عاد باش عاوتاني الطحانه هذه هنايا خاصها غير سكينه تكون حاده، ممكن غير نقي فارينه والقمح
ورا برا الطحين تخليه ابن خالته. مولات الخبز حدا المطحانه باش اللي ما جابش الدقيق المطحانه يشري وي الخبز. هو كزار اخر عاوتاني هنايا، والجامع كاين جامع وكاين هنا هنايا وكاين مسجد. جامع اخر حدانا. كاين هذا وكاين واحد الجامع عاوتاني اخر من مورانا، ومفصلي عاوتاني هو هري اخر اونفاصلي. المهم الشارع عامر كاع الحوانت الهريه الجزاره. عاوتاني كاين واحد لاصال في الاخر ديال الزنقه هنايا. وفي الدوره كاين جوج مدرسات، وحده بريفي وحده بيبليك. اللي بغا يقرب هذا بيبليك، اللي بغا يقرب في بريفي. المهم حي زعما في اي حاجه بغيتيها تلقى هادشي. كنا وهادشي وهادشي حتى حنا كنا تنقلبوا عليه غير نلقاو شي حي اللي يكون كلشي قريب باش ما تحنسرش في شي حاجه. والدخله ديال الاقامه كما كتشوفوا هي هذه. ها نتوما كاين هاد المحيبقات هنايا في الدروس صراحه زوينين مزيانين. الديكور والدروج داير لهم الرخام، وعاوتاني ما دايرينش الحديد داير لينوكس يعطي واحد الجماليه تا هو زوين، غير مسيحه خفيفه تيبان زوين. والدويره هي هذه. مرحبا بكم في دارنا. هانتوما كتشوفوا فاش كندخلوا من الباب كنلقاو هذا الصالون هنايا. هانتوما فيه شريجم كيطلع على الزنقه. والحاجه اللي عجبتنا في الدار بزاف هي ان اي بلاصه دخلتي لها، اي بيت، اي صاله، اي حاجه، اي كوزينه، كلشي عنده شريجم وهو يعني كتدخل الشميشه من الفوق من التحت مهويه مزيان. وحتى الديكور اللي فيها تاع القبس وسميتو يعني سامبل يتواتى مع اي حاجه. والبلون كاسي خلاص راكم عارفين اي فريش درتي كيجي مع البلون كاسي، كيجي مع جميع الالوان. فكرنا انا وسي محمد باش نقسموا الصاله على جوج، هنا نديروا رومي وهنايا بلدي حيت الصاله كبيره بزاف. داكشي علاش فكرنا هكا. قول لي رايكم كي غتجي زوينه ياك غتجي زوينه. المهم هذا هو الشكل تاع الصاله كما كتشوفوا. فاش كنخرجوا من هنايا من الصاله كنلقاو هاد الحويطه هنايا نقدروا نديروا فيها مبخره، نديروا فيها ديكورات، نديروا فيها اي حاجه هي تزيد واحد الجماليه الصاله. عاد هنايا كاين الباب هانتوما كتشوفوا داكشي ديال تركيا، هادشي اللي ولا دابا جديد الصراحه. الباب كيزيد عاوتاني واحد الجماليه اخرى للدار. وهنايا كاينه الكوزينه. والحاجه اللي عجباتني في الكوزينه بزاف حيت انا الكوزينه هي اهم حاجه عندي. الحاجه اللي عجباتني هي كوزينه مفتوحه، يعني ماشي مسدوده كيبقى داك الضيق وخاصك باب باش تخرج، ولا مفتوحه يعني اللي دخل كتلقى الكوزينه هي الاولى. كاينين فيها مجوره هانتوما كما كتشوفوا، البوطه، بلاكارات فين تخشي المعينات ديالك. وحتى اللوي اللي فيها انا عجبني بزاف، يعني مناسب لاي حاجه، ماشي دوك اللوان المشعشعين كتلقى ديك الحمار القرونه دوك اللوان شويه اللي خارجين. هذا عجبني بزاف. كاين مجوره وكما قلت لكم عاوتاني حتى الكوزينه هي فيها شريجم كيطلع على الضوايه صراحه. هانتوما الشميشه داخله منفسه الصراحه. هنايا غنفكرنا نديروا واحد الطبيله هنايا الوسط، راكم عارفين اللي كان زربان في الصباح ما كنتجمعوش على الفطور كاملين. اللي كان زربان غادي للخدمه ولا عنده شي غرض ولا شي حاجه يجلس يقضي الغرض بالزربه يفطر ويزيد. عاوتاني الثلاجه مازالين واحدين، واش نديروها هنايا ولا نديروها هنايا؟ خلاص مازال ما عرفناش فين غنديروها، واش هنا ولا هنا، ما عرفناش فين تجي. هنا بلاصه تشوفوا هانتوما كما كتشوفوا هذه هي الكوزينه. وكندوزو من هنا كنلقاو هنايا كاين طواليت والدوش. هانتوما هنايا غندير خلاص واحد المرايه كبيره. راكم عارفين حنا الدريات عزيز علينا، تبغي تخرجي خاصك ضروري تشوفي هاد الحوايج جاو معايا، هاد اللبسه هادي كذا وجهنا. هنا غندير مرايه كبيره هادي ما يحيداش لكم الطبيب، هنا غتلقاو مرايه كبيره. وهنا خلاص راه الدوش والطواليت ما فيهمش الضو لحقاش مازال ما دخلناش الضو للدار، داكشي علاش ما فيهمش الضو. وهنايا كاين بيت اخر. فاش كتدخل كتلقى نتوما الشكيلات اللي كما قلت لكم ديال القبس، يعني شي حاجه سامبل يعني تجيك مع اي حاجه. داكشي شارجي بزاف يقدر ما يجيكش. وفيه بالكون هنايا، البالكون تا هو واسع وكيطل تا هو على الزنقه. خلاص هذا البيت هذا باقي مضاربين انا وسي محمد اشنو نديرو فيه. انا كنقول لي بيت يكون بيت النعاس، وتيقول لي لا بيت الكلاس. انا تنقول لي بيت النعاس. انا عاجبني فيه داك البالكون وكتما ترشقات لك تخرج لتما تحط واحد الطبيله وشي جوج كراسي ترشق في المرشقات لك تخرج لتما تستمتع بالوقت. هنايا بلاصه التلفازه. هنايا هانتوما كما تشوف حتى هو بلون كاسي، يعني اي فراش يجي مع اي ناموسيه اي لون اي شي حاجه. وتا هو فيه شريجم كيطلعوا ثاني على الزنقه بالنسبه اللي بغى يبرقق وداك الشيء زعما يا سلام زوينه في التبرقيق. وفاش كنخرجوا نتوما البيبان كما شفتوا، يعني كاع البيوت فيهم بيبان. كتخرج عاوتاني كنجيو عاوتاني لانترفون هنايا. وعاد كاين عاوتاني شومبر اخر. هذا هو اللي باقي تالف لينا. واش هذا هو اللي نديرو بيت النعاس لا هو بيت الكلاس سوا فيه هذاك الديكور القبس. خلاص التريات راه باقي ما فيها لا تريات لا والو، مازالين حنا غنشريو التريات نقادوهم. مازال بزاف د الحوايج مازال غنأتتو ان شاء الله الدار معاكم مجموعين حتى نتوما تعطيونا رايكم وتقولوا لنا شنو نديرو، اشنو يناسبنا، اشنو يناسب هذا البيت، اشنو يناسب هذا البيت. وحتى هو كما قلت لكم فيه شريجم عاوتاني كيطل تا هو على الضوايه. وتا هو يعني صباغه كلها بلون كاسي بارد يعني زوين، كتجي مع اي فراش بغيتي. وحتى القبس ماشي كما قلت لكم ماشي داكشي شارجي بزاف اللي يقدر زعما، يعني داكشي شارجي خاصك ضروري حاجه معينه هي اللي تجي معاه.
معاه. اما هادشي سامبل الصراحه، اي حاجه حطيتها كتبان فيه، اي فرش حطيتي، اي ناموسيه، المهم اي حاجه حطيتيها كتبان فيها. هذه هي دارنا كيف ما شفتوا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، وما تنساوش خليو لنا الاراء تاعكم واش عجبتكم، الا ما عجبتكم شي حاجه فيها اشنا هي ما عجبتكمش فيها. ونصحونا بالنسبه للفراش كيفاش نفرشوا. كيفاش عطونا تشوفوا البنات. الفراش بغيتوه يكون، ولا عطونا نصائح، ولا شي واحد تعرفوا انا بني بدا تيفرش مزيان ولا شي حاجه، والله يدخل علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه، وتكون ان شاء الله واحد العتبه اللي برزقها ان شاء الله، والله يسهل على كل واحد، والله يكمل ان شاء الله على كل واحد بالخير، خصوصا اي كوبلي راه بتاع حياته، الله يسهل عليه ان شاء الله ويكمل عليه بالخير. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، تهلاو لي فراسكم، يلا باي باي.